قبل ما ابدا الفيديو انا عاوزك تعرف اني جايب لك قنبله الموسم يا صديقي، الانمي الاعظم في السنه دي واللي هيكتسح اي حاجه تقريبا، انمي سولو ليفلينج. فلو انت ما اتفرجتش عليه عند حد فبختك معايا، هخليك تشوف ليفل عالي من العظمه، ولو اتفرجت برضه عند حد فبرضه هتشوف حاجه جامده، علشان انت عارف ان احنا ما بنعملش غير الجامد يا صديقي. المهم بقى كفايه غرور ويلا نبدا الانمي. ده هو سونج، عيل غلبان وضعيف وطاقته قليله جدا، امه في المستشفى واخته الصغيره في المدرسه، وهو راجل البيت الوحيد اللي بيصرف عليهم، شغال في نقابه المغامرين، وبسبب ضعفه بيروح على اضعف المهمات علشان يعرف بس يعيش. حاله يصعب على الكافر، ربنا ما يحطك مكانه يا صديقي. المهم في اليوم ده سونج كان رايح على مغامره كده من الرتبه الرابعه، وداخل على مكان الصيادين. كل الصيادين كانوا عارفينه وبيرحبوا بيه وفرحانين جدا بوجوده، وده لانهم عارفين ان طالما سونج الضعيف مسموح له يدخل، فده معناه ان المغاره ديت سهله جدا وهيخلصوا عليها في ثواني. دي بقى هي جوهي، معالجه الفريق وصياده من الدرجه الثانيه، مغرمه بسونج وبتحبه جدا. كل شويه بتحاول تقنع فيه ما يروحش علشان هو كل شويه يتجرح، بس الواد ما بيسمعش كلامها وبيقول لها ما قداميش حل تاني. المهم بعد شويه كده القائد بتاعهم بيجمعهم وبيديلهم شويه كلام تحفيزي قبل ما يدخلوا. الدنيا تمام التمام. وبالمناسبه القائد ده اسمه سون، بيقول لهم يلا بينا على المغاره بقى ولا ايه؟ الكل بيقول له تمام، وبعدها بيدخلوا. سونج بقى هو كمان كان متردد يدخل كده، ولكن بيشجع نفسه. اي نعم هو معهوش غير السكينه الدبلانه ديت علشان يحارب بيها، بس لازم يشتغل علشان يجيب فلوس لعيلته اللي متاسسها عليه. يعني ننتقل الى رئيس مجموعه الصيادين، واللي في الوقت ده كان بيتناقش مع المساعد بتاعه عن المغارات والصيادين اللي بيدخلوها. بيقول له ان بسبب المغارات الكتيره اللي ظهرت، اعداد كبيره من البشر ظهر عليهم قوه عاليه، بيصنفوا من الرتبه الخامسه لحد الرتبه الاولى. يعني كل لما رتبتك تقل كل لما طاقتك بتكون اعلى، والبوابات كده برضه كل لما رتبتها تقل كل ما هتحتاج صيادين ضعفاء. وسونج طبعا كان مصنف الصياد الاضعف في العالم، صاحب الرتبه الخامسه. وعلى سيره سونج فهو كان في المغاره ديت بيصطاد في وحش صغير كده واخد البلوره بتاعته، كان فرحان جدا بيها ومفكر نفسه عمل انجاز يعني. بس فجاه وحش تاني بيهجم عليه وكان خلاص هيقتله. سونج بيدافع على نفسه بالعافيه، بيحاول يضربه بالسكينه التعبانه بتاعته، ولكن السكينه بتاعته بتتكسر. الوحش هو كمان رشق السيف في بطنه، الواد بيجيب دم من كل حته. جوهي في الوقت ده بتشوفه وبتنزل على اي حد يساعده، واحد بيسمعها فعلا وبيخلص على اللي ضربه. بعدها بيسيبهم وبيقول لها معلش عالجنتي. البنت بعدها قالت له تمام، واستخدمت قوتها وبدات تعالجه. بتقول له انت ليه بتعمل في نفسك كده؟ انت عارف انك ضعيف واي وحش هيقتلك، ولكن بالرغم من كده بتدخل على الاماكن الخطيره، بتعور نفسك وكل مره بنلحقك بالعافيه. انت ليه مش مقدر حياتك؟ سونج في الوقت ده كان عارف انها خايفه عليه، علشان كده ما تكلمش. الصيادين هما كمان في الوقت ده كانوا خلصوا على زعيم المغاره، المفروض كده خلاص يروحوا. بس فجاه واحد منهم شاف كهف كده وقال لهم لسه في حته جوه هنا، تعالوا نشوفها ونستكشفها. القائد قال لهم لا، اي مكان احنا ما نعرفش عنه حاجه المفروض ما ندخلوش، والا العواقب ممكن تبقى وخيمه. الراجل ده بيقول له يا عم وخيمه ايه؟ تعالى ندخل ونقتل شويه وحوش كده، يمكن نطلع لنا بكام بلوره زياده ونبيعها وناخد فلوسها. سون في الوقت ده اقتنع بكلامه وقال له خلاص هنعمل تصويت ونشوف الناس عاوزه تعمل ايه. هم 13 واحد، ولو 7 اختاروا الخروج بس هيخرجوا، اما لو العكس فهم يدخلوا على الكهف ده. المهم بدأ التصويت فعلا، 6 اختاروا الدخول، اما ال6 التانيين فاختاروا الخروج. وكده ما عادش غير سونج بس، قرارك هو اللي هيحدد اذا كانوا يدخلوا ولا لا. الواد عاوز يرجع ويهرب من هنا علشان طاقته الضعيفه، بس هو ما جابش غير حجر واحد بس، ويا دوبك يعرف يدفع بيه مصاريفهم يومين، وعلشان كده قال لهم تعالوا ندخل. الكل قال له تمام ودخلوا فعلا. في نفس الوقت ده بقى كان رئيس مجموعه الصيادين بيدي خطاب للناس المبتدئه اللي ناويين يبقوا مغامرين في المستقبل. قال لهم احنا معلوماتنا عن المغارات قليله جدا، وعلشان كده لو شفتم اي حاجه جديده او معرفتوش ايه اللي قدامكم فلازم تبلغونا علشان نبعت مستكشفين عليها الاول، لانها ممكن تتحول من مغاره من الدرجه الرابعه لواحده من الدرجه 0. وطبعا انتم عارفين النتيجه، كلكم وكل زمايلكم هتموتوا. وده بالظبط اللي سونج والفرقه بتاعته عملوه. وصلوا على مكان بوابه جديده كده، مش عارفين هيعملوا ايه. الراجل ده قال لهم انتم خايفين ليه؟ طالما دخلنا لحد هنا فلازم نكمل. فتح الباب فعلا، لقوا مكان كله ازرق فازرق مليان فرسان حديديه كده. سونج بقى كان شادد انتباهه التمثال الكبير ده ومستغرب من حجمه، هو ايه التماثيل ديت بالظبط؟ ده شكلها هنا من فتره. سون بقى بعدها بيشوف كتابه كده موجوده على احدى التماثيل وبيروح علشان يقراها. اول جمله مكتوبه اللي دخلوا هنا وما التزموش بقواعد المكان مش هيخرجوا منه احياء. ايه يا عم الهبل ده؟ يلا نمشي بسرعه، شكل ما فيش اي استكشافات هنا. بس فجاه البوابه بتاعت المكان قفلت. جو هي كمان لاحظت حاجه غريبه، ايوه عيون التمثال ده كانت بتبص علينا من شويه. يلا نخرج من هنا بسرعه. وواحد فعلا بيترعب من الكلام بتاعها وبيقول لهم انا غلطان عشان سمعت كلامكم، انا لازم اسيبكم واروح بسرعه. قرب من الباب فعلا، لسه كان خلاص هيمشي، بس فجاه واحد من التماثيل بيقرب منه بوم قتله. الكل في الوقت ده اترعب، سونج حرفيا هيموت من الصدمه. بيقول الراجل اللي مات ده كان من الرتبه الرابعه والثالثه واتقتل بضربه واحده بس. هو ايه اللي بيحصل ده؟ التماثيل ديت
ديت ازاي بتتحرك؟ بس استنى، هو لو التماثيل الصغيره ديت بتتحرك فده معناه انك كمان بتتحرك. وبوم العين جت عليه. ايوه سونج خلاص هيموت. في الوقت ده الواد افتكر ذكرياته. قال انا اتعرضت للضرب كتير جدا، اي مغاره دخلتها اضعف الوحوش هنتني، كنت هموت مرات لا تحصى، وعلشان كده بقى عندي القدره على الاحساس بالخطر. قلبي وكل حاجه جواه بتقول لي حاجه واحده، لازم الكل يوطي. وبيزعق وبيقول لهم وطوا راسكم بسرعه. ومره واحده المكان اتحرق. ايوه ده هجوم من التمثال الكبير، قتل شويه منهم، اللي فاضلين منهم كلهم بيصوتوا. الرعب وصل ليفل ماكس، خلاص شكلها دي النهايه. ايوه انتم اتحكم عليكم بالاعدام. بعد الضربه ديت سون شكر سونج على كلامه، قال له محدش فينا كان هيعيش لولا زعيقك لما قلت لنا وطوا راسكم، انت الامل بتاعنا يا سونج. الواد في الوقت ده شاف دراعه وهو مقطوع وقال له انا اسف. سون قال له ما تتاسفش وتعالى ساعدني نوقف النزيف بسرعه. وقفوه فعلا. سونج بدا يركز في المكان ويهدي نفسه علشان يقدر يخرجوا من هنا. وواحد فيهم في الوقت ده بيقوم من مكانه بيقول لهم انا واثق في سرعتي، انا جالي شغل كبير الاسبوع اللي فات، مش هموت في المكان ده. الكل في الوقت ده حاول يقنعه يفضل، بس الواد ما سمعش كلامهم، جرى على الباب باخر سرعته وبوم الواد اتنسف. ايوه ما عادش فاضل غير رجليه بس. الرعب زاد اكتر، الامل خلاص بدا يختفي. في الوقت ده سونج ما يأسش ولا استسلم، فضل يدور على اي حاجه في المكان ده علشان يهربوا. بيشوف كده الكتابه اللي كانت موجوده هنا وبيعرف ان المكان ده ليه قواعد، بيطلب من سون يترجمها له. القواعد ديت مكتوبه كالاتي: في الاول لازم تعظموا الشيطان. نعظمه ازاي يعني؟ انا مش فاهم حاجه. سونج بيعصر في دماغه بعد ما عرف القاعده الاولى بس مش لاقي لها حل. بيجي في باله فكره، بيقوم على رجله، في عينه كميه رعب مش طبيعيه. سون بقى كان عاوز يقعده ولكن سونج ما سمعش كلامه، وهو واقف كده لاحظ العين جت عليه، كان خلاص هيموت ولكن وطى راسه تاني بسرعه جدا. الهجوم بعدها وقف. ايوه كده خلاص سونج فهم القاعده الاولى، بيجمعهم كلهم وبيقول لهم اعملوا زيي. نعمل زيك يا عم انت هبل ولا ايه؟ اسمعوا الكلام بس مش هتخسروا حاجه. الكل قال له تمام. عملوا زيه. عين التمثال بعدها اتغيرت ووشه اختلف. ايوه ضحكه مرعبه ظهرت على وشه، ملامحه بقت مرعبه اكتر. هو كده احنا نجحنا ولا ايه؟ نقدر نهرب بقى؟ لا والله. بوم مره واحده التمثال قام من مكانه، راح عليهم خلاص هيقتلهم. الكل بيزعلوا سونج وبيقولوا له نعمل ايه بعد كده؟ الواد قال لهم مش عارف بس لازم ننفذ القاعده الثانيه مكتوب فيها عبدوا الاله. الناس قالوا له يعني ايه؟ فسر بسرعه. الواد قال لهم مش عارف، اجروا بس وحاولوا تبعدوا دلوقتي. وواحد من الفريق قال لهم ما تقلقوش من العباده، انا متمرس في معبد وحافظ كل حاجه. فضل يقول الكلام بتاعه، التمثال برضه ما بيقفش، بيقرب منه. الواد مستمر لسه في كلامه وهوبا داس عليه وقتله. وده معناه ان ده مش الكلام اللي التمثال عاوزه. الكل بدا يجري ويهرب في كل مكان، كتير منهم اتقتلوا. الراجل ده واللي صاحب كيم كان وصل عند تمثال كده واستخبى عنده، وفجاه التمثال شقه النصين. الكل بيجري وسونج مرعوب وجوهي ماشيه وراه عماله تصوت والواد ما بقاش على بعضه. اعمل ايه؟ اتصرف ازاي اطلع من هنا؟ الغريب في المكان هنا بص بعدها على التماثيل، لقى في شويه تماثيل ما معاش اسلحه. خطرت في باله فكره، زعق عليهم كلهم وقال لهم اهربوا عند التمثال اللي ماسك آلة موسيقيه، مش هتتهاجموا منه هناك. وواحد فيهم بيوصل فعلا، التمثال ما بيعملوش حاجه، بدا يغني. الكل بعدها عملوا زيه، التماثيل بدات تغني هي كمان. سونج وجوهي بقى هما كمان وصلوا على تمثال كده، بس الغريبه انه ما بيعزفش. الوحش كان وراهم ماشي وقرب منهم، خلاص هيتقتلوا. سونج في الوقت ده بيعرف اللي بيحصل. ايوه لازم واحد بس اللي يكون جنب التمثال، خليك انت هنا يا جوهي وانا هدور على مكان تاني. جرى فعلا، الوحش كان وراه ما عادش غيره، متحاصر ووصل على التمثال ده. حس انه ارتاح كده بس فجاه لا الكل بيقولوا له مش ده، اهرب بسرعه. الواد ما لحقش ياخد باله، لقى الهجمه عليه. سونج شكله مات ولا ايه؟ لا ده لسه عايش، بيعافر وبيزحف علشان يوصل على التمثال الاخير ولكن شكله مش هيلحق. الوحش كان وراه بيلحقه، قرب منه وخلاص هيموته. داس فعلا، الكل فكره مات. جوهي بتصوت بقى على صوتها ولكن لحسن الحظ كان وصل عند التمثال في اخر لحظه. فضل عايش بس للاسف كانت رجله اتقطعت بعد المعاناه دي. جوهي شافتها وقعدت تصوت، استخدمت بعدها كل قوتها علشان تعالجه ولكن عمر رجلك ما هترجع بالسهوله ديت. في الوقت ده بقى الكل عرف ان الوصيه الثانيه خلصت، مات منهم 7، ما عادش فاضل منهم غير 6 بس اللي عايشين. الشخص ده واللي اسمه كيم كان متعصب جامد، زعلان على صاحبه اللي مات. قال لسون انت القائد بتاعنا، انت السبب اللي احنا دخلنا هنا، لازم تتحمل المسؤوليه كامله. سون قال له تمام انا هتحمل كل حاجه. بس في وقتها التمثال بيرفع ايده، حاجه كده بتظهر من تحت الارض. الوصيه الثالثه مكتوب عليها التضحيه، وده معناه ان لازم واحد فيهم يموت. كيم طبعا في الوقت ده كان عارف وقال لسون انت عارف ايه
المطلوب منك. فعلا سون اتقدم ووصل على مكان المسبح اللي خرج. مفيش حاجة حصلت له، مجرد نار حمراء كده قادت جنبه وما حصلوش اي حاجة. في الوقت ده سونج فهم ان هم فاهمين حاجة غلط، قال للي معاه ساعدوني اوصل على هناك. الكل كان متردد ومش عاوزين يروحوا، بس سونج قال لهم ما تقلقوش مش هيحصل لكم حاجة. العيال سمعت كلامه اخدوه هناك. فعلا 3 كمان من الشعل النارية قادت، ولكن برضه مفيش حاجة حصلت. سونج وقتها استنتج اللي هيحصل، قال للباقي يتجمع هنا. الكل سمع كلامه ووقفوا في المسبح ده. 6 من النار الحمراء قادت حواليهم وحواليها نار زرقاء.